في نداء مؤثر ناشد مواطن جزائري ينحدر من ولاية معسكر السلطات الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل التدخل لتسهيل خروجه من قطاع غزة والعودة إلى الجزائر. هذا المواطن متزوج من فلسطينية وله منها أبناء، وقد انتقل إلى غزة سنة 2019 من أجل العمل، لكن الحرب الأخيرة جعلته عالقا داخل القطاع وسط ظروف إنسانية صعبة. ويؤكد أن وضعه ازداد مأساوية بعدما تعرضت ابنته لإصابة خلال الحرب، وهي بحاجة لعلاج عاجل لا يمكن توفيره داخل غزة بسبب الحصار ونقص الإمكانيات الطبية. المواطن الجزائري يطلب فقط حقه في العودة إلى وطنه وإنقاذ طفلته والعيش بأمان وسط أهله في الجزائر. وفي الختام يتوجه برجاء عاجل لترحيله إلى الجزائر، مؤكدا أن الجزائر لا تخذل أبنائها أينما كانوا.